السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الأخيرة في آخر 10 سنين بقى في هناك واجهة للدبليو دبليو إي أكبر شركة مصارعة في العالم، وهو الزعيم أو ترايبال تشيف رومان رينز حسب ما بيلقب نفسه دلوقتي. ازاي رومان رينز بقى مثير للجدل وأكتر حد ترند في عالم المصارعة؟ فهتكلم النهاردة عن رومان رينز، وازاي بدأ من مصارع مش معروف انه يوصل NXT، انه يبقى فريزا شيلد، الى الان ان يصبح واجهة شركة الدبليو دبليو اي، ويكون محتفظ بالألقاب بتاعته اللي هي WWE Undisputed Universal Champion، وان هو موحد الألقاب ومحتفظ بيها لحد 1000 يوم، وتخطى الرقم ده ولحد الآن هو لسه محتفظ بالأحزمة. ويلا بينا نبدأ ونشوف بدايته كانت ازاي لحد ما وصل انه بقى واجهة الشركة. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتعملوا لي سبسكرايب، ويلا بينا. رومان رينز من مواليد 25 مايو 1985، واسمه الحقيقي جو أنوا. رومان رينز اتولد في عيلة كلها مصارعين، لأن عيلة أنوا أصلا كلها مصارعين، فهو اتولد في عيلة يعني أبوه مصارع وعمه مصارع، فهو مصارع، ابنه مصارع، عمه مصارع، أخوه مصارع، ولاد عمامه مصارعين. يعني واحد زي ده متأصل قوي وطالع ان هو لازم هيبقى مصارع. يعني عندكم اشهر المصارعين اللي هم عمامه، زي مثلا يوكوزونا، اوماجا، راكيشي، ومثلا ولاد عمامه اللي هو مثلا اولاد راكيشي اللي هم زاوسو. وعندكم ابن عمه من اشهر المصارعين جدا في عالم المصارعه واشهر ممثلين هوليوود، ذا روك. طبعا انتوا هتقولوا دلوقتي ان رومان رينز هيخش المصارعه على طول اول ما يكبر، لكن لا، هو اصلا من صغره ما كانش هو ده اهتمامه. كان نفسه يبقى لعيب في كره القدم الامريكيه، وهو ده كان حلمه من الطفوله. وبالفعل لما دخل الثانويه انضم لفريق المدرسه، ولما كبر ودخل الجامعه انضم لفريق كبير، وبقى بيدخل بطولات في اللعبة دي، وبقى من أهم نجوم اللعبة في الوقت بساعتها بتاعه. لحد ما جه عليه وقت ان هو خلاص زهق من اللعبة ومبقاش حابب يكمل فيها، واعتزل اللعبة في 2008 وقرر يدخل البيزنس وعالم المصارعة اللي هو بتاع أهله وعيلته كلها. رومان رينز في 2010 بدأ يدرب على المصارعة، وطبعا بمساعدة أهله وعيلته، واخد تدريب بشكل كويس جدا. وبالنسبة للبنية الجسدية بتاعته الضخمة والفورمة اللي هو عاملها، طبعا بالنسبة للدبليو دبليو اي هما بيحبوا الشكل ده فعلا من المصارعين. بس رومان رينز بدايته ما كانتش مع الدبليو دبليو اي، هو بدأ مع اتحاد كده صغير مطور للمواهب يعني اسمه اف سي دبليو، ومضى عقد معاهم وبدأ يلعب. وكانت بدايته في الاف سي دبليو، وكان باسم لياكي. وكان ساعتها أول ظهور ليه 19 أغسطس 2010، كان ده ظهوره تلفزيونيا مع الاتحاد ده. بدأ رومان رينز في الاف سي دبليو في ماتش باتل رويال. برغم من وجود رومان رينز في الاتحاد ده، الا انه ما خدش الحزام اللي هو بتاع الاف سي دبليو، بس هو كان جامد جدا في الروستر وسط المصارعين زمايله يعني في الاتحاد ده. ومع الوقت مين اللي كان انضم برضه في نفس الاتحاد؟ اللي هم اصحابه بتوع ذا شيلد، دين امبروس وسيس رولينز، بس طبعا كانوا باسماء تانية. ولعبهم في ماتش ثلاثي، وبالفعل كسبهم ان هو يتأهل انه يلعب على ماتش الحزام، وفي الاخر ما كسبش، لكنه تأهل بعد كده انه يكسب حزام التاج تيم مع زميل ليه اللي كان باسم تايلر بريز. يجي من حسن حظ رومان رينز انه في 2012 الاف سي دبليو عايز ينضم لعرض تطويري جديد، وده كان ساعتها ال NXT اللي كان تحت مسمى WWE. فطبعا كل المصارعين اللي في عرض الاف سي دبليو هينضموا ل NXT التابع ل WWE، وهناك ادوله اسمه الحالي اللي هو رومان رينز. لعب اول ماتش ليه في ال NXT قدام سي جي باركر وكسبه، ومع الوقت هو موهبته اتطورت جدا لحد ما لفت انتباه انظار الاداره. وبعد كده كون فريق اللي يعتبر من اجمد الفرق اللي مرت على الدبليو دبليو اي، وهو فريق ذا شيلد، اللي بقى مكون من رومان رينز، سيس رولينز، ودين امبروس. طبعا رومان رينز كان مختارينه بالاسم ان هو ينضم للفريق بتاع ذا شيلد، او ان هو يكون الفريق يعني. وجه في اواخر سنة 2012 اتصعد الفريق ده اللي كان سي ام بانك مع حزام الدبليو دبليو اي قدام جون سينا ورايباك. وهنا كانت بداية غزو فريق ذا شيلد للعروض الرئيسية، فريق خارج عن القانون لتحقيق العدالة. فضل بداية فريق ذا شيلد كانوا بيدافعوا عن سي ام بانك، كانوا بيساعدوه في الماتشات بتاعته انه يكسبها. بعد كده خلاص بطلوا ان هم يساعدوا حد وبقوا في حالهم، وما يعملوش اي حاجه غير ان هم بيهاجموا المصارعين. وبصراحه هم قدموا احسن فتره قدموها في خلال مشوارهم في الدبليو دبليو اي. مع الوقت بعد كده كانوا عايزين هم يخلوا رومان رينز يبقى قائد الفريق، بس للاسف رومان رينز ما كانش عنده الخبره الكافيه او الكاريزما الكفايه ان هو يكون واجهة الفريق.
لكن خلوا دين امبروس ويبقى هو القائد بتاعهم، وخلوه يلعب ماتش على حزام اليونايتد ستيت قدام كوفي كينغستون ويكسبوا، وخلوا رومان رينز وسيس رولانز يلعبوا على التاك تيم وكسبوا حزام التاك تيم بعد هزيمتهم لفريق هيل نو المكون من كين ودانيال براين. ساعتها فضل فريق ذا شيلد في اول 7 شهور ليه كان فريق لا يقهر، ومع ذلك لما خسروا حافظوا برضو على هيبتهم، والخسارات بتاعتهم ما كانتش كتيرة ولا كانت مؤثرة معاهم في حاجة. ومع الوقت تم توظيفهم ان هم يشتغلوا لحساب الادارة او السلطة، يعني تحت مسمى ان هم ينفذوا لهم اي حاجة زي المرتزقة كده يعني، لحد ما جه عليهم وقت ان طلب منهم من السلطة ان هم يهاجموا كودي رودز وجولدست. وفي النهاية يعني حصلنا على ماتش بصراحة جميل جدا جدا بين رومان رينز وسيس رولانز قدام كودي رودز وجولدست، اللي كان حصل في باتل جراوند 2013، واللي انتهى بفوز كودي رودز وجولدست وحصولهم على حزام التاك تيم. مع الوقت الجمهور بدأ يتعلق برومان رينز وبدأ يحبوه منه، يعني شخصية لا بتتكلم وما عندوش حاجة غير بالفعل ان هو يضرب، وكان قوي جدا وما كانش بيتغلب بسهولة. مع الوقت بعد كده فريق ذا شيلد بدأ بينهم التوتر وان هما على وشك ان هما ينفصلوا، والحوار ده بدأ اكتر مع بداية سنة 2014، وبالتحديد كان في رويال رامبل لما رومان رينز خرج دين امبروس وسيس رولانز مع بعض. طبعا بالمناسبة رومان رينز في الماتش ده بتاع رويال رامبل بتاع 2014 عمل اقصاء ل 12 مصارع، وده اكبر عدد مصارعين يعني تم اقصائهم في ماتش واحد. كان ساعتها كسر الرقم القياسي بتاع كين اللي خرج 11 مصارع في الرويال رامبل بتاعت 2001. في الماتش ده رومان رينز اخد تشجيع كبير جدا من الجمهور، لكن للاسف في الاخر ما كسبش. اللي كسب الماتش ده كان باتيستا، ومع ذلك كان الجمهور غضبان ان باتيستا كسب، ما كانوش عايزين هو اللي يكسب. المهم فريق ذا شيلد برغم التوتر اللي كان فيه ده الا انهم كملوا 4 شهور كمان مع بعضيهم، وقدموا لنا عداوه من امتع العداوات اللي حصلت بصراحه يعني، والاحلاهم ان هم قدموا عداوتهم قدام فريق ايفولوشن. فريق ايفولوشن ده فريق قديم وقوي جدا وكان كبير قوي، اللي كان ساعتها بقى مكون من باتيستا وتريبل اتش وراندي اورتن. وطبعا الفترة دي اللي كان فيها فريق ذا شيلد قدام فريق ايفولوشن كان ساعتها ولأول مرة فريق ذا شيلد يبقى محبوب ويتشجع من الجمهور، لأن طول الفترة اللي فاتت دي كلها مع بداية فريق ذا شيلد كان مكروه من الجمهور. وساعتها رومان رينز كان بدأ يتكلم مع الجمهور وبدأ يحصل تفاعل معاه، وبدأ في العداوات دي كلها ابراز صورة رومان رينز على انه من الابطال القوية جدا وانه هو فعلا بطل مستقبلي. وطبعا رومان رينز بدأ يظهر بالشخصية القيادية دي وقلبوا على السلطة كلها، اللي نتج منها ماتش بتاعهم قدام فريق ايفولوشن، ولعبوا ماتشين قدامهم وفريق ذا شيلد اللي كسب. فضل بعد كده الفريق ماشي زي الفل والدنيا حلاوه وتمام، لحد ما سيس رولانز الواطي غدر بيهم في الاخر، غدر برومان رينز ودين امبروس وانضم للسلطه. بعد كده لما انضم سيس رولانز للسلطه بدأوا يمهدوا له طريق عشان يبقى بطل بعد كده في المستقبل. وبالنسبه لدين امبروس ورومان رينز هم فضلوا مع بعض كده فتره قصيره، وكل واحد بدأ يشق طريقه بنفسه. دين امبروس قرر ان هو ينتقم من سيس رولانز ودخل معاه في عداوات، ورومان رينز دخل في عداوات مع نفسه برضه فرديه تأهله ان هو ينافس على البطوله في المستقبل. من ضمن العداوات المهمه قوي اللي دخلها رومان رينز كانت عداوته مع راندي اورتن، واللي انتهت بماتش كان قوي قوي في سمر سلام 2014، وانتهى بفوز رومان رينز على راندي اورتن. ومن بعدها رومان رينز بدأ يتصدر الاحداث. الجمهور بدأ يلاحظ ان الاتحاد بدأ يزق رومان رينز بالعافيه ان هو يبقى واجهه في الاحداث، وان هو متصدر كل حاجه عشان يأهلوه ان هو يبقى بطل الاتحاد في المستقبل او بعد كده يعني على طول، وانه يبقى واجهه الشركه. رومان رينز بالرغم من امكانياته القويه جدا على الحلبه الا انه كان ضعيف على المايك ساعتها، وبرضه خبرته ما كانتش كافيه ان هي تأهله انه يبقى واجهه الشركه. فطبعا الجمهور حس ان هو الاتحاد بيفرض عليه رومان رينز بالعافيه، بالرغم ان هو اصلا كان شخصيه محبوبه الا ان الجمهور كان بيكرهه، وكل ما يخش كانوا عاملين يهتفوا له بالسلب اللي هي ابوه يعني. فطبعا دي حاجه عكس الاداره اللي كانت متوقعاها، ان هم داخلين شخصيه محبوبه وفجاه بالنسبه للجمهور هم مش طايقينه، وبدل ما يبقى الشخصيه المحبوبه بقى اكتر شخص مكروه في الاتحاد، لان هم شايفين ان في مواهب تانية وفي شباب تانية نجوم جديده طالعه يستحقوا برضو الفرص دي. ومع بدايه سنه 2015 ومع اقتراب عرض الرويال رامبل اللي بيبقى فيه المنافسه بين 30 مصارع اللي بيكسب منهم بيتأهل للمنافسه على البطوله في راس المنيا، خرج تسريب بيقول ان رومان رينز هو اللي هيكسب البطولة دي ويتأهل انه يلعب بروك ليسنر على بطولة الاتحاد. فطبعا ده زود التينا بلة وخلى الجمهور مش طايق رومان رينز اكتر ولا طايق ان هو يشوفه يكسب. وطبعا الخبر طلع اكيد لما رومان رينز كسب الرويال رامبل بتاعت سنة 2015، والجمهور ما كانش طايقه ولا كان طايق عرضه ولا كان طايق حد خالص. وعلشان يحاولوا يمتصوا غضب الجمهور خرجوا زاروك ساعتها على اساس ان هو ابن عمه، وبيسلموا الشعلة والراية يعني كده ان هو يبقى بطل.
ويرفع ايده للجمهور على اساس ان هو ركزوا معاه ان هو ده اللي هيبقى البطل وكده. بس برضو بلا جدوى، هو فعلا محدش طايق رومان رينز ساعتها. يعني هما ساعتها كانوا في تشجيع اكتر كان رايح لدانيال براين. ساعتها التشجيع كله كان الجمهور حابب دانيال براين اكتر ان هو يتأهل ويلعب على البطولة، وكانوا شايفين ان هو يستحق الفرصة دي. بس للاسف دانيال براين كان مصاب، فما كانش ينفع يتأهل ان هو ينافس على البطولة. وبجد حوار ان الاتحاد يطلع زاروك مخصوص لرومان رينز، بجد انتوا لو بتطبلوا له وقاصدين للجمهور انك ترخموا عليه بطريقة زي دي مش هيبقى كده، اللي هو انتوا بتفرضوه عليهم بالعافية. انا مستغرب ازاي يعني الجمهور كان عايزه يكسب السنه اللي فاتت في الرويال رامبل بتاع 2014 وكانوا متضايقين ان باتيستا كسب، وما جه الاتحاد يقدموا بالشخصيه اللي هم كانوا عايزينها ان هو يكسب رفضوا الموضوع ده وكانوا مش طايقينه، وادركوا ان هو ما عندوش الخبره الكافيه. طبعا مع اقتراب بقى عرض راس المنيا وهيبقى ماتش قدام بروك ليسنر، رومان رينز كان في البروموهات وان هو يطلع يتكلم وكده زي ما قلت ما كانش احسن حاجه وكان على قده، ففينس ماكمان قرر هو اللي يكتب له بنفسه الكلام اللي هيقوله. خطط الاتحاد ساعتها كان ان هو رومان رينز يكسب الحزام من بروك ليسنر، لكن مع وسط الاستهجان بتاع الجمهور والفتره اللي هما مش طايقينه فيها دي، فالاتحاد قرر انه يعمل حركه او خدعه يعني تعجب الجمهور شويه، وهي لما جه بروك ليسنر ورومان رينز يلعبوا بعض، سيس رولانز دخل صرف الشنطه بتاعته ودخل طرف تالت في الماتش وكسب الماتش واخد الحزام. وبصراحه كان الجمهور مبسوط جدا من الحركه اللي حصلت دي، وكان كله ماشي يعني متراضي، لانها بصراحه كانت حركه مش متوقعه خالص وكانت جديده بالنسبه لهم. بعدها الاتحاد دخل رومان رينز في عداوات وماتشات وبدأ يتكلم مع الجمهور، وفعلا رومان رينز بدأ مستواه يتحسن مع الوقت، ومع نهاية سنة 2015 ادوله الفرصة خلاص وهو كسب الحزام واخد بطولة الاتحاد. بس للأسف برضو كان الجمهور برضو بيستهجن رومان رينز وما كانش طايقه، وكانت يا فرحة ما تمت بالنسبة لرومان رينز، ما عادش بالبطولة غير هي يا دوبك 5 دقايق. وكان ساعتها في السنة دي اللي كان كسب الشنطة المرة دي كان شيموس، صرف الشنطة على رومان رينز واخد الحزام منه. قامت الدبليو عملت حاجه جديده خالص اللي هي ما كررتش غير 5000 مره بس، وهي ان ماكمان طلع في العروض بصوره المدير الشرير اللي هو بقى بيقف قدام المصارعين اللي بينجحوا والجو ده، علشان يقف قدام رومان رينز ويبقى عقبه في طريقه وكده يعني، وعلشان الجمهور برضو يبدا يحب رومان رينز ويتعاطف معاه وكده. الفكره يعني لحد ما يعني نجحت شويه مع رومان رينز، والجمهور بدا يهدى عليه من ناحيه الاستهجان، وكسب رومان رينز حزام الاتحاد من شيموس. الجمهور الفترة دي كان عاجبهم من الأحداث اللي كانت بتحصل بين رومان رينز والسلطة، لأن رومان رينز بعد ما كسب الحزام فينس ماكمان حطله شرط، وهو مع اقتراب عرض الرويال رامبل بتاع 2016. طبعا انتوا عارفين اللي بيكسب الرويال رامبل ده بيتأهل انه ينافس على الحزام. لا، الماتش ده كان مختلف في القانون بتاعه المرة دي، هو ان رومان رينز هيخش بالحزام بتاعه وهينافس قدام ال 29 مصارع، واللي هيكسب هو اللي هياخد بطولة الاتحاد. ودخل الرويال رامبل بتاعت 2016، وطبعا عشان فينس ماكمان يصعب عليه الموضوع خلاه يدخل الرويال رامبل رقم 1. طبعا العرض بتاع الرويال رامبل ده كان ساعتها كان كويس جدا، لان هو اللي خرج رقم 30 كان تريبل اتش، وطبعا دي كانت عودة مفاجأة من تريبل اتش، ووقع رومان رينز وكسب في الاخر رويال رامبل بتاعت 2016 واخد حزام الاتحاد. وطبعا ده هيأهلنا نشوف مباراة الاحلام بين تريبل اتش ورومان رينز في ماتش فردي على الحزام. بصراحة هما الاتنين قدموا عداوة جميلة جدا، وانتهت في الاخر بفوز رومان رينز على تريبل اتش واخد منه الحزام في راس المنيا 2016. بعد ما خلاص رومان رينز اخد حزام الدبليو دبليو اي، قدم بصراحة ماتشات حلوة وعداوات حلوة، كان من ضمنهم عداوته قدام اي جي ستايلز وعداوته قدام سيس رولانز. وانتهت عداوته مع سيس رولانز بان هو خسر قدامه، وبعدها دين امبروس صرف الشنطة واخد الحزام. بعد اللي حصل ده رومان رينز اتوقف عن الاتحاد 30 يوم بسبب ان هم اكتشفوا ان هو بيتعاطى منشطات، وده هز ثقته جامد جدا عند فينس ماكمان. ولما رجع بقى يلعب بعد كده على الالقاب السنويه ومبقاش يخش تاني على البطولات الكبيره اللي هي بتاعت الدبليو دبليو اي، بقى يكسب بقى ويخسر عادي خالص. والبطوله اللي خدها في السنه دي هي كانت بطوله الولايات المتحده، وفضل فتره في الصوره دي اللي هي بتاعت الالقاب السنويه وان هو ما كانش بيعلى قوي. طبعا رومان رينز اتعلم درس من الحركه بتاعت المنشطات دي وبطل الحوار ده، وبدا فينس ماكمان يثق فيه تاني، وبدا رومان رينز برضو يعلى واحده واحده، لان هو كان ساعتها بيتأهل ان هو يلعب اهم ماتش في حياته، وهو الماتش بتاعه قدام اندرتيكر في راس المنيا 2017. ده الحدث اللي هو هيخلي الجمهور خلاص مبقاش طايقه ولا عايز يشوفه تاني، وكرهه كره العمى، بعد ما خلاص كان الجمهور بدأ يتقبله ويحبه وشايفينه بقى مصارع يبدأ يكافح انه يطلع واحده واحده. ولعب الماتش بتاعه قدام اندرتيكر، وفي الاخر كسب هو اندرتيكر، وده خلى الجمهور يكرهه اكتر واكتر واكتر برضه. وطبعا علشان الاتحاد يحاول يصلح غلطته ويحاول يمتص غضب الجمهور شويه، خلوه يخش في عداوات ويخسرها. كان ابرزهم كان عداوته مع برون سترومان اللي كان كل اسبوع يطلع يضربه
وكل مرة يطلع يضربه يبقى ضرب اشد من اللي قبله واقوى من اللي قبله، بحيث ان الجمهور يهدى شوية من الغضب بتاعه. ورومان رينز خسر في عداوته دي قدام برون سترومان، وخسر برضه في العداوة بتاعته قدام بروك ليسنر. لكن للأسف الاتحاد مش بيتعظ خالص، وعملوا حاجة تانية يعني أرخم من اللي قبلها، وإنه دخلوه في عداوة قدام جون سينا، ولعب الماتش بتاعه قدام جون سينا في عرض نو ميرسي 2017، وبرضه رومان رينز كسبه. وده كان ساعتها بالنسبة للجمهور ده إهانة لجون سينا كده. وأكيد برضو مش محتاج أقول إن برضو رومان رينز فضل مكروه برضو من الجمهور بسبب اللي عمال يحصل ده. المشكلة إن WWE كان قدامهم فرصة حلوة قوي إن هم يخلوا رومان رينز بالشخصية المكروهة، إلا إنهم يعني مكبرين دماغهم وفضلوا مخلينه بالشخصية المحبوبة، بالرغم إن هو عمال ياخد استهجان من الجمهور. الاتحاد ساعتها جات له بقى فكرة جديدة وقال لك بس اللي هيخلي الجمهور يحب رومان رينز وهي لم شمل فريق ذا شيلد تاني من أول وجديد. وهي فعلا دين امبروس وسيس رولانز ورومان رينز اتحدوا مع بعض تاني وقدموا عداوات مع بعض هما التلاتة بفريق ذا شيلد. وبصراحة هي كانت فترة حلوة جدا، والجمهور بدأ يقل استهجانه شوية من ناحية رومان رينز وبدأوا يشجعوه. راح الاتحاد واخدها فرصة وحطوا رومان رينز في عداوة قدام بروك ليسنر، وأهلوه ان هو يلعب على الحزام اللي مع بروك ليسنر اللي باسم WWE Universal Champion، ولعبوا الماتش في راس المنيا 2018. وكانت الخطة هي ان رومان رينز يكسب الحزام من بروك ليسنر، لكن الاتحاد كان خايف جدا من رد فعل الجمهور وان هو ياخد استهجان كبير تاني برضو، فخسر الماتش قدام بروك ليسنر، وفضل بروك ليسنر محتفظ بالحزام. وما هي الا مسألة وقت ورجع رومان رينز لعب بروك ليسنر تاني في سمر اسلام 2018 واخد منه الحزام خلاص. ولا كأن الاتحاد بيقول للجمهور اعملوا اللي تعملوه، اربطوا راسكم في الحيط، احنا نعمل اللي احنا عايزينه برضو. وبرضو الموضوع ما عادش كتير رومان رينز محتفظ بالحزام، وجه في عرض الرو في نهاية 2018 اعلن رومان رينز ان هو مصاب بمرض اللوكيميا اللي هو سرطان الدم، وكان جايله في فترة اللي كان بيلعب فيها كرة القدم وخف منه، بس للأسف المرض رجعله تاني وهيضطر ان هو يسيب الحزام ويخضع للجلسات الكيماوي وهيقعد يتعالج فترة. طبعا رومان رينز في الوقت ده اخد تشجيع جامد جدا من الجمهور وكسب تعاطف الجماهير كلها، وبقت اول مرة فعلا رومان رينز ياخد تشجيع حقيقي، وكانت اكتر فترة مستنين فيها رومان رينز ان هو يخف بسرعة ويرجع تاني، وكانت الناس فعلا حبوا رومان رينز. قعد رومان رينز 4 شهور ما بيلعبش مصارعة، ولما رجع علشان يقول اخر اخبار ليه من ناحية العلاج قال ان هو خلاص في مرحلة الشفاء، وساعتها كان الجمهور كان فرحان ليه جدا، وهو كان راجع يستقبلوه بصراحة استقبال جميل قوي. وكان الوقت اللي هو رجع فيه ده كان في شهر 2 2019، والاتحاد محبش يجازف بيه ويحطه في ماتشات بينافس فيها على البطولة، وحطوه في عداوات قدام المصارعين. ومع اقتراب عرض راس المنيا لعب ماتش قدام درو ماكنتاير وكسبه، ودخل بعد كده في عداوه مع شين ماكمان، لكن الجمهور بالرغم من كده ما كانش مهتم قوي، لكن ما كانش بياخد التشجيع الجامد قوي اللي كان الاتحاد منتظره، لكن مع ذلك ما كانوش بيكرهوه او كانوا بيدروا استهجان زي الاول. ومع بدايه 2020 كان رومان رينز هيخش في عداوه مع جولدبرج، لكن للاسف حصلت نكسه الكورونا دي واضطر رومان رينز يقعد في البيت ما يلعبش مصارعه، لان زي ما انتوا عرفتوا ان هو كان بياخد جلسات كيماوي وكده، فمناعته كانت ضعيفه جدا، فاضطر ان هو يقعد في البيت. ساعتها فضل رومان رينز غايب 5 شهور، وكانت الفترة اللي كان غايب فيها دي كانت أكبر نقطة تحول في حياته، لأن هو رجع بالشخصية جديدة خالص. كان في عرض سمر سلام 2020 لما تدخل في ماتش ذا فيند وبرون سترومان واخد حزام اليونيفرسال تشامبيون، ورجع بالشخصية المكروهة اللي كانت كل الناس عايزاها، وبقى ليه مدير أعمال واللي هو بول هيمن. ورومان رينز بقى ملقب نفسه ساعتها بالترايبال تشيف اللي هو زعيم القبيلة، وبصراحة بقت مهاراته في المايك جميلة جدا، وبقى بيعرف يتكلم احسن وله تواصل مع الجمهور وكاريزمته عليت قوي. وفي الفترة دي قدم عداوات جميلة جدا، دخل في عداوة مع ابن عمه جي اوسو، وبعد كده انضم جي اوسو لرومان رينز وبقى معاه، وانضم بعد كده اخوه التاني اللي هو جيمي اوسو، وبقى اسمهم البلاد لاين. رومان رينز شخصيته بقت جميلة جدا وبقت احسن، وبقت الجمهور فعلا مستنية فترة الكورونا تخلص عشان يشوفوه بالشخصية الجديدة دي. وفعلا لما رجع في راس المنيا بتاعت 2021 والجمهور بقى بيحضر، رومان رينز اخد تشجيع عليه قوي وهو داخل، وقدم عداوات في 2021 قدام مصارعين كبار وكسبهم كلهم، زي عداوته قدام كيفن اوينز، دانيال براين، ايدج، بروك ليسنر وجون سينا. وطول الفترة دي فضل محتفظ بحزام اليونيفرسال تشامبيون لحد ما جه في سنة 2022، وكانت نقطة مهمة في حياته. دخل في عداوة قدام بروك ليسنر ولعب بروك ليسنر حزام قدام حزام. بروك ليسنر ساعتها كان معاه حزام الدبليو دبليو اي تشامبيون، ورومان رينز معاه حزام اليونيفرسال، وفي الاخر انتصر رومان رينز واخد حزام الدبليو اي من بروك ليسنر، وبقى ساعتها اسم الاحزمه اللي معاه دبليو دبليو اي اندسبيوتد يونيفرسال تشامبيون، يعني البطل الموحد. ورومان رينز لحد النهارده محدش عارف يكسبه لحد دلوقتي ويخسروا الاحزمه، وهو محتفظ بالاحزمه لحد دلوقتي، وداخل على 3 سنين ما خسرش الحزام،
وهو بيحقق ارقام قياسية باحتفاظه بالاحزمة دي، بقاله اكتر من 1000 يوم محتفظ بالاحزمة. حاجة يعني ما بتتكررش كتير، يعني لما كانت بتحصل كانت ايام المصارعين بتوع زمان زي هالك هوجن اللي احتفظ بالحزام بتاعه لمدة 1400 يوم، وبرونو سان مارتينو اللي دخل في الحزام بتاعه 8 سنين. ففعلا الحاجات دي ما كانتش بتتكرر غير زمان قوي. وحاليا اصبح رومان رينز اهم واحد في مجال المصارعة، واكتر واحد مثير للجدل، واكتر حد متصدر الترند بتاع المصارعة. وبصراحة رومان رينز دي اكتر فترة ليه عاجبهم الجمهور، وفعلا بيستنوا رومان رينز انه يطلع، لانه عمال يقدم قصص جميلة جدا زي قصته مع سامي زين، وحاليا دلوقتي قصته مع ولاد عمه ذا اوسو، وبيقدم عداوات جميلة، ومع ذلك لسه مستمر باحتفاظه للأحزمة. وهنا أنا أكون خلصت، وأتمنى تعجبكم الحلقة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان الفيديو ينتشر أكتر، وبشكركم جدا على مشاهدة الفيديو. سلام عليكم.